السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ اللي أول مرّة يشوفني أنا سحر البدري ودي قناتي ووصفاتي وصفات اقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي موسم التخزين يا ولاد، وإن شاء الله عشان خاطر رمضان تبقى كل حاجتِك جاهزة كده إن شاء الله، وقت البسلة بقى وقت الجزر الجميل، هنبدأ نخزّن الجزر والبسلة بتاعتنا إن شاء الله. أهم حاجة نغسل الجزر الأول يا حبايبي كويس جدًا كده إن شاء الله، ونروح مقشّرينه كويس. بُصّوا يا حبايبي بقى إحنا قطّعنا الجزر هنا مكعبات، الجزر ده اللي هنستخدمه مع البسلة، هنقطّعه مكعبات، وهنغسل البسلة كويس جدًا ونحطها في مصفى لغاية ما تنشف تمامًا، تمامًا، ما يبقاش فيها ولا نقطة مَيّة، ونسيبها كده في المصفى عشان نتأكد إنها ما فيهاش مَيّة خالص. وده نوع تاني من الجزر هنقطّعه طرنشات، نوع الجزر دوّة ممكن نستخدمه في عصاير البرتقان أو غيره، أو ممكن نحطه في الطواجن بتاعتنا، ده بنستخدمه باستمرار. أنا يا حبيبي ما باحبش أحط خالص الجزر أو البسلة لا في مَيّة مغلية ولا باسلقه خالص تمامًا يعني، أنا باحبه كده أكني لسه مطلعاه حالًا يعني. باخزّنه زي ما هو كده ما شاء الله تبارك الله، بيبقى جميل جدًا وأكنِّك لسه مطلّعاه. بُصّي يا حبايبي، أنا باعمل كده على قد إمكانياتِك أنتِ كأسرة صغيّرة، أسرة كبيرة بتحطّي الكيس اللي بيكفّي أسرتِك. أنا already كنت مخزّنة قبل كده، بس أنا حبّيت بس أورّيكم إحنا بنخزّنه إزاي. بنقطّعه كده مكعبات صغيّرة وبنحطّه في الكيس وبنبطّطه كده على أساس إن هو ما ياخدش أي مساحة عندنا في الdeep freezer بتاعنا. وهنحط برضه البسلة بتاعتنا يا حبايبي نفس الحكاية، هنحطهم برضه على كيسين 3 كده حسب إيه، آمم عدد أسرتِك، يعني أنا أسرتي صغيرة جدًا ربنا يبارك لي فيهم يا رب إن شاء الله. فباعمل حبّة على قد أسرتي كده صغنّنين. أمّا بقى الجزر ده فأنا باحطه في كيسة واحدة، لو أنا حبيت آخد منه قطع كده عشان أحطها في أي طاجن، أو مثلًا أحطه أعمله عصير، فاحطه في كيس واحد وبافرّغ اللي أنا عايزاه، أهم حاجة نفرّغ منه الهوا تمامًا، وبعدين نحطه كده قدّامنا ما يبقاش فيه أي هوا يعني. والبسلة هنا نحطها على قد إيه، أكلتِك بقى. أنا أكلتي صغنونة وأسرتي صغننة، فباحط كيسة كده ما شاء الله تبارك الله، شايفين يا حبايبي ما شاء الله، يعني لازم إحنا كلّنا في التوقيت اللي فيه حاجة رخيصة شوية كده مع الغلا اللي إحنا فيه ده، لازم نخش المطبخ ونعمل إيه، يعني أكلات اقتصادية ونخزّن بقى عشان رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. أنا إن شاء الله هاعمل لكم كده سلسلة كده تخزين حاجة رمضان إن شاء الله، ونفرزنها كلّها وعشان يبقى بيتنا كلّه خير إن شاء الله. ويا حبايبي يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو كده، أعرف إن الوصفة عجبتكم والّا لأ. شكرًا لاستماعكم يا حبايبي.